عسلامة، مرحبا بكم في قناة عائلة فاطمة ومنظر. اليوم فيديو متاعنا ياسر مزيان باش نعملوا بشكوتو بنوعية وطريقة جديدة. أنا بدي أول مرة نجربها، عندي برشا نحب نجربها اخي. عملت لما حال الفيديو ذا عنده برشا من أول رمضان. توا نسهر ربي باش نعملو المونتاج، إن شاء الله الفيديو يعجبكم. كما تشوفوا في التصاور البشكوت متاعنا ياسر خفيف ومزيان، وحتى من البنة ياسر بنين. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. ما تنسوش كان اول مرة تشوفوا قناتنا تعملوا اشتراك في القناة وجيم للفيديو. توكا باش نبداو في الفيديو متاعنا. مقادير ياسر بسيطة وبقدرة ربي يعجبكم الفيديو، والمقادير متوفرة عند الناس الكل بقدرة ربي. لهنا عنا الفرينة متاعنا خدينا 500 غرام فرينة تكون مغربلة، ولهنا باش نستعملوه بالسكر محور. الحق انا اول مرة باش نجربها الطريقة هذيا، يجي ياسر بنين وكما البسكويت العادي اللي نعملو فيه. النشادر اول مره الحق، وحبيت نسال عن النشادر. سالت برشا اللي تحصلت عليه المكون اللي عنا احنا في تونس اسمه الكربوناتو، طلع في الاخر اسمه الكربوناتو. لذا باش نجربوها. لهنا عنا الحليب 30 غرام حليب، وعنا مغرفه كربوناتو مع مغرفه صغيره، ما استعملوش مغرفه كبيره، ومغرفه صغيره كيف خميره. والسكر المحور عنا 175 غرام سكر محور. باش ناخذوا 3 عظمات يكونوا بحرارة الغرفة عادية. لهنا رشة الملح مانيش باش نحطها مع العظام، باش نحطها مع الفرينة ونخلطوها. وكيف باش ناخذ خميرة مرطبات تاع حلويات باش نحطها كيف مغرفة صغيرة، باش نحطها مع الفرينة ونخلطها بالكدا. كما تشوفوا طريقة مختلفة على الطريقة التونسية متاع البشكوتو، وياسر تجي خفيفة وبنينة. ما توقعتش باش تجي بنينة كيف هكاك. لهنا باش خالط السكر محور، وتكون عنا العظام لازمها ماهيش باردة. ديما في الحلويات ماذا بيكم العظام تكون بحرارة المطبخ، ما تكونش باردة. حتى لو كنت حاطينها في الفريجيدين تخرجها قبل الوقت. لهنا باش نحط السكر محور متاعي اللي هو 175 غرام. تو نزيد نكتب لكم المقادير بقدرة ربي في صندوق الوصف. ونخلطوهم بالفوي، ما يحتاجش لا ركاز لا حتى شي، جوست بالفوي ندخلوا السكر مع العظام. ومن بعد لهنا ما تزيدوهوش حتى سوائل، جوست كان الحليب اكا. وردوا بالكم تعملوا اضافات اخرين، تنجموا تزيدوا قشور برتقال انتم وشنو تحبوا. ونخلطوا بالكدا. بعد كده باش نزيد الزيت عندي 105 غرام زيت. وتحطوا القول اللي تحبوا عليه انتوما، فاني اللي تحبوا عليه انتوما. ما يكونش برشا سائل، لازم يكون جامد، يا بودر يا تحطوا نكتات خفافة. ما تكثروش خاطر الخليط نتاعنا بطبيعه هو طري. لهنا باش ناخذ مغرفه الكربونات الصغيره ممسوحه، باش نحطها في الحليب يكون دافي، ما يكونش سخونه خاطر يبطل لنا المفعول بتاع الكربونات ويفسد لنا الخليط نتاعنا. يكون دافي نخلطوه بالكدا ونزيدوه للخليط نتاع العظام والسكر المحور. كيف السكر محور لازم ما تحطوش سكر حبيبات. كان عندكم حبيبات ميسالش ارحوه بالماكينه. ولهنا باش نزيد الفرينه بتاعي تكون مغربله، ونحط معاها مغرفه خميره بتاع حلويات صغيره نفس القياس نتاع الكربونات ورشه الملح، ونخلطهم بالكدا حتى يتجانس الخليط. وغاديك الحليب حطينا 30 غرام حليب يكون دافي. وما تزيدوش حتى مكون اخر سائل خاطر الوصفه نتاعكم تجي ماهيش لك الكل، خاطر المقادير نتاعنا مضبوطه. كيما تشوفوا ديما نمسوا باليدين تبدا نظيفه باش نشوفوا الخليط نتاعنا او نشرب، ولازم يكون بالطريقه هذيك. كمل نلم الفرينه نتاعي بالكدا، ما نعجنش، جوست بالاطراف تاع الصوابع نلم الفرينه. ولهنا ذي القمع نخلي لكم توكا في الصوره القمع اللي يخدموا به هما. كما تشوفوا هذيك الماكينه اللي يخدموا به هما. الحق ما لقيتش القمع هذاك، راني استعملت القمع الموجود عندنا في تونس. ناخذ طبق، نجموا تحطوا بابي كويسون ولا تدهنوا الطبق نتاعكم بشويه زيت. كما تشوفوا الخليط نتاعنا تري، اما لازم يكون معاكم باش يدوروا في ساعه الخليط، خاطر كان باش تخلوه باش يزيد يطرى على الاخر. لازم انا وحدي تعذبت شويه جست في التدوير وفي القصان من الاول، ما عرفتش كيفاش نتعامل مع القالب هذاك القمع هذاك. انتوما كان شكون معاكم ولا شكون يشد لكم، واحد يدور وواحد يشد خير العجينه. لهنا تدهنوا يديكم بالزيت لازمها، والسكينه لازمها تقصوا بها كيف تدهنوها بالزيت باش ما تلصقش. لهنا من الاول حطيت الطبق هذاك يطيب 3 كعبات باش نجرب العجينه اللي عندي.
لهنا من بعد تعلمت كيفاش نخدم بيه. انا باش نوريكم تويكا ندهن السكينه متاعي وندهنها بالزيت كما تشوف في يدي والسكينه كيف ندهنها بالزيت. نشد الاطراف متاع العجينه تاعي ملي تطلع لي وندور، من بعد انقصها بالسكينه. لهنا ماهيش واضحه بالكدا، نوريكم في تصويره اخرى. ونحطها بشويه تجيك مصوابه وماهيش معوجه كما الطريقه الملول. لهنا باش ندور الطبق باش نوريكم الطريقه بالكدا. كان وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناه عائله فاطمه ومنظر وجيم للفيديو. لهنا كما تشوفوا تدوروا، ولهنا البسكوي ما يحتاج باش تزيدوه لجلجليله حتى تنجموا تزينوا من بعد. كي شفتوا الطريقه السكينه ملوطه ونقصوا بها العجينه كما تشوفوا طلعت مستويه وماهيش معوجه. طريقه ياسر سهله، ما تحب زوز من الناس باش واحد يدور وواحد يتلهي جوست في القصان، خاطر القماع ذا يتعب. كان ما عندكمش القماع هذاك لهنا طيبت 3 كعبات اللي حكيت لكم عليهم من الاول. شوفوا كيفاش خرج لنا ياسر محلاه وكيف يتقرمش وطايب ماهوش ناي. حطيته على 150 درجه من فوق من اللوطه كما تشوفوا لونه احمر، وحتى الزينه ذيك التشرشيفه طلعت لي في البسكويت نتاعنا كما تشوفوا يتفتفت. طب من بعد نوريكم تصويره اوضح. تسخنوا الفرن على 150 160، ما تفوتوش ما يحمرش برشا. انت والفور نتاعك ركبت الماكينه لازمكم تركبوها من الاول، وتحطوا الخليط نتاعكم من الاول مقادير الكل على جنب، وتخلطوا العجينه. دوب ما تبدو تخلطوا في العجينه تسخنوا الفور باش كي تقصوا ديريكت تحطوه في الفور، خاطر ما تنسوش الروسيت نتاعنا فيها الكربوناتو وفيها الخميره، ما تحبش تبقى برشا البرا الشكل نتاعها ديجا يتغير وما عادش يبقى في الزينه ذيك، تنفخلكم على الاخر ولي منظرو خايب. لهنا شوفوا البسكويت نتاعنا كيفاش تري وهشوش ويتفتفت ماهوش يابس. روسيت ناجحه 100% ان شاء الله تعجبكم. ولهنا تنجموا تخلوه كيف هكاكا، ولا انا باش نزيدها اضافه اخرى الاولاد وراجلي يحبوه بالشوكولا. باش نذوب بشوكولاته عاديه، خديت توابع شوكولاته وزدتهم شويه زيت مش برشا وباش نغطسهم، ومن بعد تزينوهم كيف ما تحبوا. جوست تخلي شوكولا ولا تزيدوهم الفاكهه. انا حطيت لوز افيلي، انتم تحطوا الفاكهه اللي تحبوا عليها انتم. كيما تشوفوا التزيين ياسر بسيط وخفيف. ثم ريسيتات اخرين تخدم بالبوش ان شاء الله نجربها لكم في الايامات القادمه. ياسر يجي خفيف كما تشوفوا الكعبه جويده ماهيش سمينه. انتوما كان ما عندكمش القماع هذايا عادي تنجموا تستعملوا القماع نتاعنا العادي. القماع ديجا ماهوش غالي، ظهر لي ب 2500 ولا 3000 حاجه كيف هكا. اما في الخدمه لازم شكون معاكم باش في ساعه تكملوا تخدموا ما يتفسدلكمش العجينه. توك حضرنا البسكويت نتاعنا كما تشوفوا هذوما خليتهم سامبل كما تشوفوا جويد، والزينه نتاعو كيف ما القماع طلعت لي، والبارتي الاخرى مزينه بالشوكولا او باللوز. كما تشوفوا منظرها ياسر محلاه، وحتى في المطعم ياسر بنين. انا الحق اول مره نعمل بشكوتو بالكربوناتو وجا محلاه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وكان اول مره تشاهدوا قناتي ما تنسوش تعملوا جيم للفيديو اشتراك في القناه. كما بقى لي كان نقول لكم في الامان فيديو قادم. باي.